اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا، بحبكم في الله. معايا النهاردة صينية بطاطس سهلة وبسيطة، كلنا ستات بيوت شاطرين وبنعملها بأحلى طريقة، بس النهاردة فيها تكات وحركات من إيد أم أحمد. بتمنى إن شاء الله إن هي تعجبكم وتحوز على رضاكم، بس طبعا لايكات كتير من إيديكم الحلوة عشان نكبر بيكم ومعاكم أحلى إخوات وأحلى متابعين في الدنيا. يلا بقى بينا ندخل نشوف وصفتنا ايه المطلوب فيها. معانا زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، طبعا دي الحاجات اللي انا هحطها في الوصفه بتاعتنا. معايا بطاطس، ده كيلو ونص من البطاطس. بقطع البطاطس بتاعتي، الشرايح بتاعه البطاطس بتكون سميكه شويه علشان تتحمل التسويه. وقد البطاطس ده كيلو ونص، حطيت له كيلو من الطماطم. طبعا الطماطم حمراء وكويسه، لو هي الطماطم بتاعتك مش حمراء هتحط لها معلقه صلصه. معايا بقى كده قرنين فلفل او 3 قرون فلفل كده، 2 احمر سبايسي واتنين يكونوا مش سبايسي، يكونوا باردين علشان طبعا ايه هيدوني الريحه، بس انا عايزه الريحه بتاعتهم بس. وطبعا معايا الفراخ، قطعيها زي ما انت عايزه. انا مقطعه الفراخ هنا، عاملاها على 8 قطع، ممكن انت تعمليها على 4، بس انا حبيت اعملها على 8 لان احنا بنتخانق على الصدور والوراك وحاجات من كده يعني، فعشان بفرق الولاد يعني. طبعا معايا كده البصل. طبعا البصل بتقطعيه جوليان او بتقطعيه شرايح. انا هنا قطعته قطع صغيره، لان انا لو عملت الجوليان ولادي مش بياكلوه اطلاقا، ما بيحبوش لا الطماطم شرايح ولا البصل شرايح، فطبعا احنا دايما بنعمل اللي ولادنا هياكلوه. طبعا تقطيع البصل زي ما انت عايزه. معايا بقى التوابل، معايا طبعا فلفل اسود ومعايا كمون، معايا بابريكا، معايا كزبره ناشفه، ومعايا بهارات لحمه، ومعايا طبعا مكعب من المرق وده ممكن تستغني عنه، ومعايا معلقه ثوم مفروم، وطبعا معلقه سكر عشان حموضه الطماطم، ودي حاجه اساسيه واكيد لازم تكون موجوده. اول حاجه طبعا هركن كل المكونات بتاعتي دي على جنب، وهجيب البصل بقى بتاعي كده. هبدا ان انا اتبل البصل بمعلقه من الملح، واحط عليه كده معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الكمون، وطبعا يعني كل التوابل اللي موجوده عندي هحطها. وهبدا كده ان انا امسك البصل بتاعي كده، ادبله يعني اخليه يشرب من التوابل بتاعتي. وهفضل بقى اقلب فيه كده لحد ما احس ان هو خلاص اندمج مع التوابل والامور كلها بتاعته بقت تمام. هركنه على جنب دلوقتي، وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. ريحة البصل بصراحة كانت تحفة. جبت بقى الشفشق بتاع الخلاط بتاعي كده، وبدأت ان انا هعمل ايه، حطيت فيه كده كوباية من المية، وهنزل بقى بكمية الطماطم اللي انا هحطها مع بعضها. هنعمل بقى كده تتبيلة مش قادرة اقولك عليها. لا هقولك وقولي لحبايبك، بس ما تقوليش لعدوينك. تتبيلة فراخ يعني تتبيلة فراخ وتتبيلة صينية هتفضل معانا لآخر الصينية، هتوديلك صينية الفراخ في حتة تانية، صينية البطاطس عامة يعني. طبعا زي ما انتم شايفين هحط عليها التوم، هنزل عليها بقى بكل الحاجات اللي موجودة والتوابل اللي عندي. هنزل عليها بمعلقة التوم. معلقة التوم على فكرة بتخلي صينية البطاطس ريحتها تحفة. هنزل عليها بالفلفل اللي موجود معايا. طبعا الفلفل ده اختياري، اللي انت عايزة تحطيه حطيه. البهارات بتاعتي طبعا كلها قلبتها مع بعض وهنزل برضو بيها. البابريكا، كزبرة ناشفة، كمون، فلفل اسود، بهارات لحمة او بهارات فراخ اللي موجودة عندك يعني، دي او دي مفيش مشكلة. وطبعا مكعب من الماجي، وده طبعا زي ما قلت لكم اختياري، بس هو بيحلي طبعا كتير كتير صينيه البطاطس. وحطيت معلقه السكر، وهظبط الملح بتاعي، وهروح اضرب الكلام الجميل ده مع بعض وارجع لكم تاني هقول لكم بقى على ريحه التتبيله. خلاص ضربنا كل الكميه مع بعضها، شايفين بسم الله ما شاء الله. قربوا كده كده معايا، تعالوا تعالوا تعالوا، شامين شايفين حاسين؟ طب حطوا لي من ايديكم الحلوه لايك. جيت بقى على النار هنا وحطيت الصينيه بقى اللي انا هبدأ بقى أكمل فيها الوصفة بتاعتنا، علشان ما كترش مواعين، علشان ما نتخانقش ونقول المواعين كتيرة واغسليها انتي. وبدأت طبعا كده هبدأ أعمل صدمة للفراخ بتاعتي وهي نية. أنا لا سلقت الفراخ ولا عملت فيها أي حاجة، الفراخ نية. حطيت معلقة سمنة بلدي كده محترمة مع شوية زيت، وهبدأ بقى مع بعض كده أدي صدمة للفراخ بتاعتي. طب ليه ايه بقى فايدة ان انت بتدي صدمة للفراخ؟ اولا لان انت كده الفراخ ما تبقاش طرية. ثانيا بودي كل ريحة الزفارة منها، متخليش فيها اي ريحة زفارة خالص. الصدمة ديت بتقفل المكان بتاع الفرخة، وبتخليها تطلع معاكي لا ريحة زفارة، وفي نفس الوقت بتكون ناشفة وهي في صينية البطاطس، بتخلي ريحة البطاطس تحفة. انا مش عايزة احمر التحمير الكامل يا جماعة، لا انا عايزة يا دوب تسكير بس، اصفرها بس يعني.
وكمان اخواتنا المغتربين ربنا يرجعهم لبيوتهم بالسلامه يا رب. بيكون سواعي في منهم كتير ما عندوش مثلا ان هو هيحط في البوتاجاز تحت الشوايه ويدي لون، فكده يبقى هو حمرها برضو يقدر ياكلها ما تكونش طريه ويتاذى منها. خلاص حمرت الفراخ زي ما انتم شايفين كده. البهاريز بقى اللي نازله من الفراخ ديت والريحه بقى الحلوه، هنزل بالبصل اللي متبل. يا وعدي يا وعدي على الجمال يا جماعه، الريحه كانت ماليه الدنيا. ريحه البصل المتبل مع البهاريز بتاعه الفراخ بقى واللي نازله من الفراخ دي كانت حاجه جميله جدا. بدأت بقى كده زي ما انتم شايفين هنزل كمان بالبطاطس معايا. وهقلب برضو البطاطس تقليبه، انا كده بس بدبل كده بخلي البصل يشرب من الحاجات اللي نازله من الفراخ مع البطاطس، كله يشرب من بعضه. انا مش بسوي البطاطس بس، انا بخلي كله يشرب من بعضه. طريقه البطاطس دي كلنا ستات بيوت شاطرين وكله بيعرف يعمل البطاطس يا جماعه، بس احنا دايما بنكمل عقولنا من بعض وفي نفس الوقت بندي افكار لبعض. وعشان بنوتاتنا الصغيرين اللي لسه داخلين المطبخ نقول لهم امشوا ازاي وخطواتنا اللي بنعملها ايه. طبعا هنا في التوقيت ده لو عندك فلفل تاني عايزه تحطيه، قطعي حلقات فلفل كده رومي وحطيها. بس انا دايما بحط الحاجات اللي ولادي بياكلوها. انا ولادي ما بياكلوش الفلفل ولا شرايح، ولا بياكلوا الطماطم شرايح، ولا بياكلوا البصل شرايح، فعشان كده دايما بعمل الحاجات اللي ولادي بياكلوها. طبعا لو انت حابه الحاجات دي جوليان حطيها، قطعيها وحطيها، مفيش اي مشكله. عايزه تحطي فلفل اخضر دلوقتي حطي، هيدي برضو البطاطس طعم جميل جدا. بدات زي ما انتم شايفين هنا خلاص نزلت بقى بالطماطم بتاعتي، وهبدا كده انزل بس كوبايه صغيره كده من الميه مكان الشفشق بتاع الخلاط بس، وهقلب الكلام الحلو ده مع بعضه. وطبعا هظبط الملح بتاعي، وهغطي بقى زي ما انتم شايفين كده على عين البوتاجاز. هسيبها لما تستوي خالص على عين البوتاجاز وهوريها لكم، وهنمشي مع بعض خطوه بخطوه. ليه عملناها على عين البوتاجاز؟ ممكن لو انت عايزه تدخليها الفرن هتغطي بيه بالفويل وتحطيها في الفرن وهتسيبيها بالظبط ساعه، هتطلع معاكي زي الفل. طيب انا عملتها على عين البوتاجاز لان في حد عزيز جدا على قلبي بيقول لي اعملي لي صينيه البطاطس دي، وعايزها تكون على عين البوتاجاز علشان انا ما بعرفش اعملها، ما عنديش فرن، فحبيت اعملها علشان اوري له انا بعملها ازاي. طبعا يا حبايب قلبي حطيت كده ورقتين من ورق اللورا اللي هو ورق الغار، علشان خاطر بيدي بس ريحه حلوه في البطاطس مش اكتر. زي ما انتم شايفين يا سيدي يا سيدي على الجمال يا سيدي. يلا بقى كتري كتري وبلاش تستخسري، كله في الاول وفي الاخر لولادنا. خلاص بقى كانت الصينيه زي ما انتم شايفين زي الفل معايا. بدات بقى حطيتها تحت الشوايه خدت لون، طلع البطاطس ريحتها واصله اخر الدنيا، جنب كده رز بشعريه، وكمان لو في ملوخيه كده او سلطه، وكله بقى بالهنا والشفا وادعولي. وبتمنى ان صينيه البطاطس دي بتاعتي تعجبكم. طبعا كده طلعت قطعه من الفراخ زي ما انتم شايفين، وهنشوف البطاطس مستويه ولا عامله ايه. ما شاء الله البطاطس مستويه سوا كهرمان، الفراخ دايبه دوب ناشفه وجميله وريحتها حلوه جدا. طبعا اهم حاجه في الفراخ غسيلها يا جماعه. بنغسل الفراخ طبعا زي ما انتم عارفين، محلول النقع طبعا بتاعنا ملح وخل وليمون ودقيق، بتتغسل كام مره لما نتاكد ان خلاص ريحه الزفاره راحت منها خالص. وما شاء الله عليها كده كانت بتزيق تحت ايدينا. كده اتأكدنا ما شاء الله الأكل بتاعنا زي الفل طالع يشرف. بتمنى إن الوصفة تعجبكم، ولايكات كتير كتير من إيدكم الحلوة، والسلام عليكم ورحمة